أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو عبد المجيد أيت الكزار الإعلامي الرياضي المغربي. أستاذ عبد المجيد، أبدأ من مقال الأستاذ محمد الروحلي الذي عنون المقال صنع في المغرب. يعني في ظل غياب المحترفين نرى اللاعب المغربي المحلي يتألق يتفوق بجدارة ويصل إلى النهائي. هل سنراهم يتألقون في كتيبة وليد الركراكي مستقبلا؟ يعني نبدأ من مما قاله الأستاذ الروحلي. أكيد أن هناك مجموعة من اللاعبين الذين قد أكدوا يعني مكانتهم وتألقوا في هذه البطولة، من لاعبين ينتمون إلى البطولة الوطنية أو حتى اللاعبين الذين يمارسون في الدوريات العربية لكنهم كانوا قد خرجوا من البطولة الوطنية. بالنسبة نعود إلى المنتخب الأول، هناك منافسة قوية، المنافسة هي التي تحدد من الذي سيلعب. نعرف أن هناك مجموعة من اللاعبين وعدد كبير جدا منهم يمارسون في الدوريات الأوروبية وفي أندية كبيرة جدا، بالتالي يبقى المعيار هو معيار المنافسة. هناك هذا هو اعتقد هو المعيار الحاسم في الاختيارات. لا اعتقد ان هناك ظلم يمارس على اللاعب المحلي، هذه قناعتي. لا اعتقد ان هناك ظلم، بل هناك معيار المنافسه. المنافسه هو الذي يحدد من هو الاصلح والاجهز لكي يكون رسميا في المنتخب الاول من اجل تحقيق الالقاب والانجازات. صحيح. دعنا ناخذ الان توقعات واقعيه وليس توقعات عاطفيه. من سنراه يتالق في منصه التتويج؟ من سيرفع الكاس في لوسيل يوم 18 من ديسمبر غدا ان شاء الله؟ يعني حتى اذا استندنا نحن على المسار الناجح لكلا المنتخبين، سواء المنتخب المغربي وعلى القدرات والامكانيات والطريقه والوسائل التي يصل بها كل منتخب وحتى الاسلوب، نرى ان المنتخب المغربي يبدا المباريات بالتاني والصبر والتريث ولا يستعجل. هذا يعطيه يعني القدره على امتصاص حماس المنافس، يعطيه القدره حتى على اللاعبين وكذلك الجهاز على يعني قراءه. ترشح المغرب؟ انا ارشح المغرب طبعا، ارشح المغرب، ولكن ان فاز المنتخب الاردني فهذا لن يكون مفاجاه. كذلك هذا حتى وان فاز المنتخب الاردني فانه سيكون مكسبا للكره المغربيه في النهايه، لانه بقياده المنتخب جمال السلامي، وهذا يعطي ويعزز مكانه وقيمه الاطار الفني المغربي ليس داخل الوطن وانما حتى خارجه. طيب، ماذا عن صراع الهدافين بين بركابي وعلوان؟ كلاهما اثبت انهما لاعبان مهاجمان جيدان من الطراز الرفيع، كلاهما اثبت انهم قناصان يستطيعان احراز الاهداف في اي لحظه. اعتقد ربما ان احدهما قد يكون مفتاح الفوز لمنتخبين في هذه الليله. نتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخبين، وكل الشكر لك الاستاذ عبد المجيد أيت الكزار الاعلامي الرياضي المغربي. شكرا جزيلا.